الاهلي والاسماعيلي والتشكيل المتوقع. التشكيل المتوقع للنادي الاهلي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ياسر ابراهيم وياسين مرعي قلبين خط دفاع، محمد هاني باك يمين، كريم فؤاد باك شمال في ظل عدم اقتناع المدرب يستروب بيوسف بالعمري. وهقول لك ليه مش هيبدأ بكوكا وممكن يبدأ بكريم فؤاد. اليو ديانج وكوكا في نص الملعب، لان في كلام ان هو ممكن يريح مروان عطيه. قدامهم بن رمضان في مركز صناعه اللعب، واللي مش هيلاقي افضل من المباراه دي ان هي ترجع له الثقه وان هو يؤدي اداء طيب في ظل نزول مستواه الفترة الأخيرة. ثلاثي خط هجومي: أشرف بن شرقي ناحية الشمال، واللي بفضل أشوفه ناحية الشمال حسين الشحات ناحية اليمين، وقمويش كمهاجم صريح. بالنسبة لقمويش وبن رمضان، المباراة ديت هتكون مباراة مهمة ليهم في ظل الحالة الفنية السيئة اللي بيمر بيها نادي الإسماعيلي الفترة دي. بتكلم عن الاثنين لعيبة دول بالأخص لأنهم ما قدموش أوراق اعتماد للنادي الأهلي أو لجمهور النادي الأهلي. لحد دلوقتي محدش مقتنع بالاثنين لعيبة. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان هو ياخد ال3 نقط ويكمل منافسته على صدارة الدوري. ولو مش متابعني تابعني عشان يوصل لك كل جديد للنادي الاهلي.